وفي فترة إيران كانت أيضا فترة مهمة، لأن أنا ترجمت كتاب معالم في الطريق في إيران في 83. إلى اللغة الكردية. نعم، كنت مترجمه إلى اللغة الكردية، بعدها دكتور عبد الله عزام الله يرحمه طبعها على حسابه. وأيضا هذه أول مرة يترجم الكتاب إلى الكردية؟ نعم. وانتشر بين الأكراد؟ نعم الحمد لله، الآن الطبعة الثانية، حتى الطبعة الثانية الآن وأنا في النرويج طبع في كردستان. بعدها أيضا كان عندي كتاب الإسلام لسعيد حوا رحمه الله، الشهادتان، أيضا ترجمته، وكنت بدأت طبعا ألف كتبا أو أترجم لأن كان فترات جيدة في إيران. أيضا كان فترة الاتصال بالعالم الخارجي، كنا في العراق يعني مثل سجن، في إيران كان سجن أكبر لكن في مداخل أكثر يعني. فالاتصال كان أسهل. كانت تأتينا مجلات أيضا، مجلات المجتمع والإصلاح، ومجلات من المغرب أيضا، من مصر. وأيضا كنا نحصل على كتب من دور نشر شيعية وسنية في طهران. كنا أيضا نتدارس هذه الكتب في المخيمات ونغني بها اجتماعاتنا الحزبية. هل كانت علاقاتكم فقط مع الأكراد في إيران أم كان لكم علاقة بالإيرانيين السنة؟ نعم طبعا، لأن هذا العمل الإخواني الأول الأنصار تحول فيما بعد إلى عمل إخواني منظم في العراق وإيران، في الأكراد العراق وأكراد إيران. في أكراد إيران أيضا تحول من أكراد إيران إلى سنة إيران. الأخ رشيد عزاوي الذي هو الآن في البرلمان العراقي كان واحد من المتفرغين للعمل التنظيمي، وهو متزوج من واحدة امرأة إيرانية كردية إيرانية. أكراد إيران سنة أيضا؟ نعم. فالأخوة اللي كان تركماني معنا في العمل تفرغ للعمل الإخواني، تنظيم الإخواني في مناطق تركمان صحراء. الأخ العربي هذا تفرغ للعمل الإخواني في بندر عباس في الجنوب، واحد تفرغ في طهران، واحد في زاهدان، واحد في أطراف طبعا مناطق السنة. ولذلك جاء تنظيم الإخوان الإيراني الدعوة والإصلاح الأستاذ عبد الرحمن بيراني امتداد للعمل الإخواني الكردي داخل سنة إيران. عمل منظم طبعا، عمل يعني هذا كان ثمرة من ثمرات وجودكم في إيران. نعم بالتأكيد، كأكراد نعم سنة. نعم بالتأكيد.